ايش قد النبي بين في أن الحسن عليه الصلاة والسلام، حسن والحسين، حق إمامان، بين بالدلالة المطابقية، بين بالقضايا مدلولها وأمثال ذلك. لازم الأمة لا تنسى حتى لا تعدلوا بالإمام الحسن غير الإمام الحسن. شلون الآية الشريفة؟ أول آية من سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. يمكن هاي وإن الذين كفروا هيك شيء بربهم يعدلون، يعني يخلون كفارها يعدلون، بخلوا غير الله عديل الله والعياذ بالله، أصنام، يو عيسى، يو كذا، بربهم يعدلون، يعني يعدلون غير ربهم بربهم، يخلون فيه. هسه يعدلون بالإمام الحسن غيره من ذاك اليوم إلى يومنا هذا. إمامنا الحسن روحي له الفداء، هالآيات الكثيرة، هالعبادات الكثيرة، هالعلم الغزير، وإذا بهم حينما يرى مصلحة الأمة في المهادنة التفت. جماعة مثل ما بالدين منافقين أكو، بالمذهب هم منافق، ويا النبي كان منافقين، واحد يقدر ينكر بالنبي كان منافقين؟ هاي آيات القرآن. ومع أئمتنا هم كانوا منافقين في التشيع. التفت. فهذا مو شيء اللي ذاك يقول الشيعة قتلوا الحسين عليه السلام وأمثال ذلك، ما تعرف، جاهل لا تحكي. على كل حال، فاللي حوالي الإمام الحسن عليه السلام بعد إظهار هذا المعنى ملتفت، والعياذ بالله. كلمة صعبة، لكن لازم نبين مظلومية أهل البيت. قلت كلمات أكو أنفذ أكثر تأثيرا من السهام والسيوف، بس ما سمعوا إرادة الإمام عليه السلام قالوا إن الرجل كفر كما كفر أبوه من قبل. الله أكبر. هذا فقط حملوا على الإمام المجتبى وذهبوا منه كل شيء، حتى الرداء اللي كان عليه بعضهم اجوا يجرون الرداء. الله أكبر. سلبوا شيء اللي حوالي الإمام عليه الصلاة والسلام. مظلوم إمامنا المجتبى. ومن هذا الباب حينما مر به ظلم صاباط المدائن، مظلم صاباط المدائن، ذاك اللعين حمل بخنجر، خنجر كلمة عربية، بخنجر على الإمام، ضرب على فخذ الإمام المجتبى: فديتك يا أبا محمد يا كريم أهل البيت. كاد أن يسقط من على الفرس إلى الآن. جاء العباس، جاء الحسين، جاء بنو هاشم، محمد بن الحنفية رضوان الله عليه، جماعة بني هاشم اجوا لزموا الإمام المجتبى، مسكوه حتى لا يقع على الآن، أخذوه عالجوا هاي الجراحة. الله أكبر.